اهلا بيكم في الفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض سمك في الفرن بأبسط تتبيلة ممكنة، وكمان بمكون جديد هيضيف للسمك طعم روعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، ويلا على وصفتنا. معايا سمك بولتي مفتوح من الظهر كأنه سنجاري بالظبط. انا هستخدم النهاردة سمكة واحدة مغسولة ومتنضفة ومتشال منها اي زفارة. هنبتدي بالتتبيلة. معايا توم مفروم والكمية ديت لسمكة واحدة، فلفل أسمر، بابريكا، ملح، كمون، توم باودر، وكركم، وكزبرة ناشفة. والمكون اللي هيغير طعم السمكة معانا النعناع الناشف، مش هنزود كتير، هي نص معلقة صغيرة لان احنا مستخدمين سمكة واحدة. وكمان زيت وخل وعصير ليمون. دي كده بس التتبيلة بتاعتنا، مفيش اظن اسهل من كده، لا خضار ولا فرم ولا اي حاجة خالص، عبارة عن توم ومجموعة من التوابل. نبتدي ان احنا نخلط التوابل كلها مع بعض بالشكل ده. وهبتدي اتبل بيه السمكة اتبلها حلوة قوي من جوه ومن بره ومن جميع الجهات، واخليها متغطية تماما علشان كل جزء فيها يكون متشرب من التوابل، وكمان علشان تاخد لون واحد في الفرن. نقدر ان احنا نسيبها في التتبيلة ديت من ربع ساعة لنص ساعة، ونقدر كمان ان احنا لو مستعجلين ندخلها في الفرن على طول. هي مجرد ما هتدخل الفرن هتتشرب من التتبيلة وهيبقى طعمها روعة. بس طبعا اي حاجة بتتساب بالتوابل بتديها طعم تاني. ونزينها كده بواحدة شطة تبقى كده تمام. ونشيل اي حاجة كانت موجودة على الصينية من فوق علشان ما تتحرقش من فوق معانا في الفرن. الفرن متسخن على درجة حرارة 200. هتتحط على الشبكة اللي في النص لحد ما تبتدي ان هي تحمر وتستوي معانا. كده شكلها بعد ما استوت. بجد ريحتها كانت تحفة، ريحة النعناع كمان طالع منها جميل جدا. وده الصوص اللي اتبقى منها مع الرز الابيض او الرز كمان الصيادية، حاجة كده بصراحة كانت وهم. جربوا النعناع هتلاقوه فعلا مختلف تماما عن اي تتبيلة. وكمان التتبيلة دي خفيفة جدا لان هي ما فيهاش زي ما قلت خضار، ما فيهاش حاجات كتيرة، هي دوبك بس الثوم والتوابل. شايفين شكلها؟ الله عليها بجد. كل قطعة فيها عشان كانت متغطية حلوة قوي بالتوابل فواخدة طعم جميل جدا. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى ان هو يعجبكم ويكون فيه حاجة جديدة بالنسبة لكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وهنتظر تعليقاتكم الجميلة اللي بتبسطني كل مرة في الفيديو. وبالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.